السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سؤال بيطرح نفسه، هو انتوا مالكم؟ بجد مش تهكم ولا سخرية. مالكم ومال حياة غيركم؟ مالكم ومال قراراتهم؟ مالكم ومال اختياراتهم؟ ليه شايفين انكم لازم تكونوا موجودين في كل حاجة تخص غيركم؟ ليه بتتدخلوا في حياة غيركم وكأنكم لجنة تقييم لحياتهم؟ والحقيقة ان محدش عينكم في الدور ده. اتجوزتي يقولولك اتجوزتي ليه، ما اتجوزتيش يقولولك ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي، شكلك عندك مشكلة. خلفتي يقولوا خلفتي بسرعة كده، ما خلفتيش، طب ما خلفتيش ليه لحد دلوقتي. سافرتي ضيعتي بيتك، ما سافرتيش ضيعتي نفسك. هو ايه المطلوب؟ وليه لازم كل حاجة في حياتنا تعدي على موافقة الناس؟ في ناس بتسأل مش لمجرد السؤال، دي بتسأل عشان تحكم، تنتقد، تتريق أو توجع، وكل ده تحت شعار بنحبك وعايزين مصلحتك. أنا مش ضد النصيحة، أنا ضد إنك تتعامل مع حياة غيرك على إنها مسلسل ليك الحق إنك تتفرج عليه وتعلق كمان. حياة الناس مش مشاع، ومش كل اللي بتشوفه قدامك بيعني إنك شايف الصورة كاملة. في ناس مجرد كلمة بتجرحها، وناس التدخل في خصوصياتها بيهز ثقتها في نفسها، وناس بتتأذي كل يوم بكلمة بحجة أنا بسأل عشان عايز مصلحتك. الخلاصة، عيش حياتك وخليك نور في حياة غيرك مش عيب. وقبل ما تسأل اسأل نفسك، يا ترى هل أنا حابب إن حد يسألني نفس السؤال؟ هل لو كنت في مكانه هقبل الكلمة دي؟ وقتها بس هتعرف إنك مش لازم تتدخل في حياة غيرك، ومش كل حاجة يخصك تسأل فيها. الاحترام مش في السكوت، الاحترام إنك تحافظ على حدودك. ممكن كلمة منك تكون شفا، وممكن تكون خنجر. اختار انت هتكون ايه. دمتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.